اول حاجه لازم تعرف اصلا ايها الطالب الثانويه العامه المحترم، هو ايه الغرض من سؤال القطعه؟ مستر، قول يا سلم، حواراتك كترت. نعمل ايه في القطعة يا مستر؟ يعني حل قطعه. هتعمل ايه في القطعه؟ قطعه الكومبريهنشن من الحاجات هي اسمها باسج او اسمها كومبريهنشن. عارف كومبريهنشن دي جايه منين يا سلم؟ من كومبريهند معناه يستوعب، فهي قطعه فهم واستيعاب. فهو اول حاجه لازم تعرف اصلا ايها الطالب الثانويه العامه المحترم، هو ايه الغرض من سؤال القطعه؟ يعني الراجل بيختبر ايه عندك اساسا؟ هو بيختبر قدرتك على ان انت تقرا نص في الريدنج وما تستخدمش ديكشنري، ما تستخدمش قاموس، ويبقى فيه كلمات خارجيه وتقدر ان انت تخمنها من خلال الاجمالي. قول لي ازاي؟ الوقت انت لو عندك القطعه سي ان هي 150 كلمه، إن الكلمات اللي انت مش عارفها هي اللي اكتر ولا الاقل؟ اللي انت مش عارفها الاقل اكيد. فلو افترضنا ان انت عندك القطعه 150 كلمه وفي عندك 20 كلمه ما تعرفش يعني ايه، بس عندك 130 تعرفهم، صح؟ يبقى مين اللي يعمل ازاحه لمين؟ اكيد الكتير. طيب اللي حاطط الامتحان بيكون بروفيشنال وبيبقى حاطط الكلمه ان انت من خلال اللي حواليها تقدر تخمن معناها. فحته ان هو ده في كلمات صعبه، هو ما ينفعش يجي قطعه من غير كلمات صعبه، لانه عاوزك تمسك تمسك كتاب انجليزي تقرا، ومش كل شويه تروح للايه للقاموس، وعاوزك تقرا خبر عن النت بالانجليزي ومش كل شويه تروح للقاموس، دي فكره الريدنج في التعليم. فاحنا عندنا الريدنج حاجتين يا سلم. في الريدنج اللي بناخده من خلال المنهج اللي هو القطعه بتاعت الريدنج بتدربك، وفي الريدنج اللي هو الاكستنسيف ريدنج او القراءه الممتده اللي هي الستوري نفسها، فده تدريب على الريدنج. فاهم الفكره؟ طيب دي حاجه. انا بقى ازاي اتعامل مع سؤال القطعه؟ ده سؤال خارجي وطبعا عليه كميه درجات محترمه. ماشي. اول حاجه يا جماعه وبقولها كتير، دي سكيل يعني مهاره، والمهاره زي السواقه وزي الطبيخ وزي اي مهاره practice makes perfect. يعني كل ما تمارس وتتدرب عليها اكتر هتبقى عندك قدره ان انت تفهم الاسئله بتيجي ازاي وطريقه امتحانك فيها بيجي ازاي. في اسئله مكرره زي سؤال ايه اللي على طول ما بيخلوش منه امتحان في القطعه، ان هو يقول لك اختار suitable title، يعني حط عنوان مناسب للقطعه، او يقول لك ايه هي المين ايديا، ايه هي الفكره الرئيسيه او السنترال ايديا، الفكره المحوريه اللي مركز عليها الراجل. سواء يقول لك ايه هي المين ايديا في القطعه كلها، او المين ايديا بتاعت باراجراف 1 او اللاست باراجراف او كده. او ده مثلا لما تحل كتير هتتدرب هو عاوز ايه. طب هو عاوز بيختبرك هنا في ايه؟ فكره ان انت تعرف الجلوبال مينينج او الراجل عموما بيتكلم عن ايه. فانت لما بتقرا القطعه القراءه الاولانيه دي اسمها سكيمنج. سكيمنج، عارف سكيمنج دي جايه منين؟ سكيم معناها ان هو يشيل القشطه من على اللبن، يقشط ده، فاهم؟ فانت بتعمل سكيمنج يعني بتجيب ايه؟ يعني انت لو قرات كده قصه سيدنا يوسف قراتها بالانجليزي وقلت لك ايه المين ايديا، قمت قايل لي عيل تاه ولقوه. هو ده المطلوب من السؤال ده. انت فهمت الجلوبال مينينج، الراجل بيتكلم عن ايه؟ عن الارهاب. لما بيحط لك الاربع اختيارات هو بيحط لك اختيارات ممكن تكون كلها موجوده في القطعه، بس واحده بس اللي صح. قول لي ازاي؟ الصح هي اللي بتكفر القطعه من اولها لاخرها. ممكن اقعد اكرر كلمه ماركت 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 ماركت، فانت تقول لي هو بيتكلم عن ايه؟ اجيب لك في الاختيارات بيتكلم عن ماركت، وهو اصلا بيتكلم على طريقه اقناع الزباين بحاجه بقى. فهو بيخدعك بالحته دي، او يكون ذكر كلمتين في اخر باراجراف فيقول لك هي بتتكلم عن كذا، وهو بيخدعك، هو مش بيتكلم عن كذا، هو ذكرها كامثله بس هو فاهم الفكره. طب لما تتدرب كتير، وخصوصا ان احنا بننزل لك كمان لما بنديك تدريبات على القطعه بننزل لك كمان نموذج اجابه انا بسجله بنفسي وببدا اشرح لك احنا على اي اساس خدنا ده. حاجه تانية، في كلمات بيستخدمها كتير زي كلمه انفير. كلمه انفير معناها ان انت تستنتج، فهو برضو قدرتك على الاستنتاج، يعني المعلومه مش موجوده صريحه، فانت هتعمل حاجه بقى قراءه تانية اسمها سكاننج. انت كلمه سكان يعني ايه؟ بتمشي بالراحه ولا بسرعه؟ بتطلع ديتيلز بقى، بتطلع ايه؟ سبيسيفيك انفورميشن. يقول لك الراجل ده اتولد سنه كام.
تقوم انت رايح على طول جايب اول تاريخ يقابلك بالنظام القديم بقى على قديمه، بطريقه عك وليس كله كويس، او بطريقه ايه خد بايدي يا ابني ربنا ياخد اجل كده. ما عادش ينفع الكلام ده. هو بيروح بالعكس بقى، بيروح رامي لك تاريخ ويسالك تحت عن تاريخ، تروح انت كاتب التاريخ اللي انت شفته. الناس اللي هي بتمشي بنظام التحسيسولوجي، لا مفيش الكلام ده. ده هو بيحط لك تاريخ عشان يخدعك، والتاريخ ده مش تاريخ ميلاده، ويسالك تحت عن تاريخ ميلاده، ويحط لك تاريخين ويقول لك هو كده قعد كام سنه. انت يعني لازم تفهم، هي اسمها قطعه فهم مش قطعه تحسيس. فيجي لك كلمه امفير، لو انت اصلا مش عارف يعني ايه امفير، هو بيختبر فكره القدره على استنتاج المنطقي للمعلومه. استنتاج المنطقي للمعلومه هي مش موجوده تصريحا، لكن هتقدر تستنبطها. هل الراجل ده كده بقى مع عمل المراه ولا ضد عمل المراه؟ هو ما قالش، بس عمال يقول لك يا عم الست ملهاش غير بيتها انت فاهم الفكره؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ان انت بتامفير. الفعل امفير معناه يستنبط او يستنتج. طب انت هتعرف الكلام ده منين؟ في سؤال بيجي على طول، السينونيمز والانتونيمز. يقول لك الكلمه اللي تحتها خط دي هقدر اشيلها واحط ايه بديل، اللي هو سؤال المرادف. بيجيب لك كلمه synonym او كلمه similar in meaning او the same as او alternative معناه بديل للكلمه، صح ولا لا؟ طب انت هتعرف الكلام ده منين من غير ممارسه؟ من غير ان انت تكون عندك حصيله محترمه. انت النهارده قلتها كتير، انت واحد النهارده مبدأك ان انا والله لما اجي اذاكر مش هحل قطع. حتى من وانتوا صغيرين يا عز، لما كنت تيجي تحل حتى محافظات وانت في ابتدائي ولا في اعدادي، تقعد تحل تشوز، ولما يجي سؤال القطع وتروح تقول للبابا ده انا حليت 10 محافظات. بس لما يجي سؤال القطع وانا هحل القطعه دي بس مش هي اللي هتيجي في الامتحان. مبدأ غبي، انا اسف في اللفظ، مبدأ غبي. ليه؟ لانه حل القطعه مش عشان القطعه دي هي اللي هتيجي في الامتحان. ده انت واحد كل يوم بيمارس السواقه، فبالتالي ايده خدت على الموضوع وبيجري. واحد تاني ما بيحلش غير قطعه كل في الامتحان الشهري، صح ولا لا؟ يبقى practice makes perfect. وتيجي عند سؤال الرايتنج بقى ايام زمان من وانت صغير، يجي يقول لك اكتب باراجراف. ليه؟ لان احنا دايما ميالين للسهل، عاوزين كل حاجه سهله. مش عاوز اتعب، عاوز ابقى شاطر في كذا من غير ما اتعب. مش هيحصل في الحياه كلها عموما. no pain no gain. لابد دون الشهد من ابر النحل. عاوز شويه عسل يبقى هتتشوك شويه. انا الكلام ده حتى للشباب الكبار. مفيش حاجه اسمها كده. اي حد بينجح وعاوز يبقى شاطر في حاجه، روح اتعلم اي رياضه كده، اتعلم اي رياضه، هتطلع عينك وعضلاتك تشد وتتبهدل تمارين فتنس، صح ولا لا؟ في اللي هيستحمل وهيبقى بعد كده بطل ويبقى جسمه حلو وصحته حلوه، وفي اللي لا، انا اقعد بقى قدام التلفزيون اقلب في الموبايل، اقلب في الشاشه وبتاع اسهل، واعمل موفي نايت واجيب بيتزا لارج. يقول لك انا مش عارف انا ما بنجحش ليه. هتنجح ليه؟ لازم تحل كتير يا ولدي، لازم تحل كتير. طيب الحل يا مستر هينمي عندي المهاره، ده رقم واحد. رقم اتنين، هتعود على طرق وانماط الاسئله بتاعت القطع، وابقى في ثانيه بعرف اطلع المعلومه. رقم ثلاثة، هكتسب منها كلمات وتعبيرات جديده ادونها عندي، يبقى في البنك بتاعي ابقى راجل ريتش، ابقى مليونير مفردات وتعبيرات. لو هو قال لي اكتب بعد كده او جاوب على سؤال ستوري او اي حاجه في حياتي بعد كده، هتلاقيني بعرف. رقم 4، النولج والتوبكس نفسها. النهارده انا في الامتحان الموك اكزام او الاكسبيرمنتال او الامتحان التجريبي اللي بنزله لك قبل الامتحان الشهري، الامتحانات التجريبيه، في قطعه كامله عن الارهاب، قراتها بما يرضي الله، خدت افكار عن الارهاب. الجود ريدر از ا جود رايتر. اللي انت قراته ده لما يجي بعد كده يقول لك اكتب لي باراجراف عن الارهاب، هتعرف ولا لا؟ هتعرف، لان انت قرات في هذا الموضوع واكتسبت اللغه. انت عارف فكره اللي بيقرا قران كتير وشعر عربي كتير ايه اللي بيحصل له؟ اللغه العربيه اوتوماتيكلي ايه؟ بتظبط. فاللي بيقرا انجلش كتير الانجليزي بيظبط، بيتشرب الحاجه دي. فانت ما تكسلش ان انت تحل قطع كومبرينشن كتير. عرفت ايه فوائد ممارسه القطع بتاعت الريدنج؟ الخص. اول حاجه، شيل من دماغك فكره ان انا مش هحل القطعه دي، اصل ايه؟ مش هي اللي هتيجي في الامتحان، عشان ده تفكير فاشل. تاني حاجه، practice makes perfect، فانت محتاج تمارس كتير جدا.
تالت حاجة محتاج تطلع الكلمات والتعبيرات اللي في القطعة فيكون فيها استفادة كبيرة. رابع حاجة بتكتسب منها أنماط الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان وتعرف ازاي تعرف تخمن وتقدر تعرف الأنواع الأسئلة اللي بتتكرر. خامس حاجة الكسل مش هيجيب نتيجة معاك في أي حاجة في حياتك كلها. كمان بتمارس فيها الجرامر لان انت بتلاحظ هو استخدم ازمنه ازاي واستخدم المبني المجهول ازاي واستخدم الحاجه دي ازاي فبتشوفها قدامك فور ريل. وعلامات الترقيم برضو البانكشويشن فكله بيخدم بعضه. يا رب اكون ساعدتك يا سلم، طولت عليك بس يا رب اكون ساعدتك. ويا ريت انت كمان تساعدني لان انا في مركب واحده لازم اقدف باليمين انت تقدف بالشمال المركب تمشي. لكن لو انا قدفت لوحدي اقعد الف حوالين نفسي يا ولدي.